السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده وفي احسن حال. معكم سمر من قناه افكار موري. اتمنى اشتراكك معايا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا. النهارده هنعمل مع بعض الشنطه الجميله اللي احنا شفناها مع بعض دي. وحدتها سهله جدا وبسيط. لكم الفيديو بتاع الوحده الساده اللي احنا شايفينها دي بالظبط، وهسيب لكم كمان الوحده التانية اللي بالشكل ده. الشكلين عامله كل واحده فيهم في فيديو منفصل، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف وهسيبها لكم في شاشه النهايه. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو ونشوف ازاي هنقدر نقسمهم ونخليهم على شكل الشنطة بتاعتنا دي، شنطة موبايل من بواقي الخيوط. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. معايا 8 وحدات، هنبدأ بقى نشكلهم بالشكل اللي احنا عايزينه. بالنسبة للترتيبة وبالنسبة للألوان دي حسب اختيارك. انا رتبت الألوان بتاعتي دي بالشكل ده. انا قعدت اشيل واحط في كذا شكل وكذا مكان عشان اغير في اماكنهم، فانت حسب رغبتك وحسب انت حابه ترتبيها ازاي. بالنسبه لطريقه التشبيك بتاعتنا عشان نوصل الوحدات مع بعض، هنعملها بابره التنظيف بالشكل ده. هنوصل الخيط الزيتي او الخيط اللي انا عايزه اشبك بيه الوحدات مع بعض، وهنجيب الوحدتين كده بيبقوا قدام بعض، وهنيجي الوحده ناحيه ايدي اليمين بدخل فيها من فوق، تمام، والوحده اللي ناحيه الايد الشمال بتدخلي فيها من تحت. يعني اليمين بدخل فيها بالابره من فوق، والشمال بدخل فيها من تحت لفوق بالشكل ده كده، واسحب الخيط بتاعي. وهنسيب مسافه كده معايا في الخيط علشان بعد كده ننضف على الخيط بتاعنا بقى ونداريه في ظهر الشغل بتاعنا. بعد كده ابدا اطلع بالخيط بتاعي لفوق كده بالشكل ده، وابدا اشوف كل غرزه عليها الدور وهندخل فيها. الغرزه اللي عليها الدور ادخل فيها من فوق، تمام، من ناحيه اليمين، ومن تحت من ناحيه الشمال، واطلع اسحب الخيط بتاعي عشان الف الخيط حوالين الوحدات بتاعتنا. بكده خلاص انا بدات اثبت اهو الوحدتين مع بعض. اطلع بالخيط بتاعي تاني لفوق وارجع اعمل ايه، هاخد الغرزه اللي عليها الدور هدخل فيها من ناحيه اليمين، هدخل فيها من فوق هنا كده بالشكل ده، تمام، والناحيه ناحيه الشمال هدخل فيها من تحت لفوق بالشكل ده كده بالظبط. الابره تكون معديه على الاتنين كده بالمنظر ده، واقوم سحبه الخيط بتاعي، وهكذا. دي طريقه ايه التشبيك بتاعتنا بتاعت الوحده. هيكون معايا شكل الوحدتين بعد ما يتوصلوا في بعض ده شكلهم معايا. هنكمل بقى تشبيك بنفس كده الطريقه. وصلتها تمام بالشكل ده كده اهي. خلاص وصلت الاربعه دول في بعض. هبدا عايزه اعمل ايه، دي هنا ودي هنا. هعمل ايه، هبدا اوصل بقى اللون ده في اللون الابيض من هنا كده في الشكل ده، وابدا اوصل الجنب ده مع الجنب ده بنفس الطريقه برضو. وهاخد الوحده دي اوصلها في الوحده التانية. هكملها برضو كده اهوت، وارجع اجيب اللون اللي هو السيموني ده كمان من هنا كده. يعني هكمل دي كده وهجيب السيمون هنا امشي فيها، اوصل دول ببعض كده الاتنين دول، امشيهم برضو بالجنب ده، وارجع اقفل الحته الفاتحه اللي ما بين دي. يعني انا يعتبر المربع اللي في النص ده انا ماشي حواليه من اول هنا، مشيت كده ورجعت مشيت كده عليه، ورجعت مشيت من تحت، وبعد كده طلعت تاني هقفلها من الجنب ده، هقفلها خالص. تمام بكده ثبت الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين كده. كل الاتجاهات بتاعتي ثبتها معايا بالشكل ده. ده كده الوش بتاع الشغل بتاعي. هنقلبها كده عشان نبقى في الظهر بقى نبدأ نعمل ايه. انا عايزه المربع اللي هو ده يبقى في النص هنا كده، واوصل معاه الطرف ده من تحت ماشي، والطرف ده من هنا كده. هقفل بقى كل واحده فيهم على شكل مثلث. هنعملها كده بالشكل ده، وهنبدأ نعمل ايه. هبدأ الشكل المستردة ده من فوق هنا كده، هبدأ اوصله هنا مثلا في اللون السيموني ده كده هنا من هنا بنفس الطريقه بالظبط بتاعت اللي هي وصلة الخيط بتاعتنا. تمام يبقى انا هعمل ايه بقى، هكمل بقى وصلت اللون الزيتي ده كده هنا كده، وابدا اتني دي كده واوصلها معايا هنا في الزيتي. تمام جينا هنا كده بعد ما وصلنا اللون اللي هو المستردة اللي في النص ده اللي انا عايزه اعملها بالشكل ده هنا كده، اكتشفت طريقه ان احنا نوصل بيها اسهل بكتير. هنا 6 وحدات اهم، وواحده بس هي اللي فوق اهي بالشكل ده. ممكن نقوم واصلين كده وبالطول كده مرتين وخلاص على كده. بنلف الشكل كده وبنيجي هنا بقى في شكل السامبوكس عايزين نعمله. تمام عايزه اطلع الطرف ده معايا، الجنبين دول كده مع بعض. يعني انا هوصل الجنب ده في الجنب ده ازاي. هنبدأ بقى خلاص ندخل في الوحدة دي هنا كده
ونسحبهم كده بقى مع بعض، وابدأ بقى بنفس النظام اللي هي الوصلة بتاعتنا اللي هي ازاي هدخل من الغرزة اليمين من فوق لتحت والجنب الشمال من تحت لفوق، وبنفس الطريقة هسحبهم واقفلهم مع بعض. انا كده كده الفتله بتاعتي دي اللي انا بشتغل بيها دي قربت تخلص، فقلت اما اقفل ايه الجنبين بقى كده دول مع بعض، واقفل الجنب التاني برضو بنفس النظام، هيبدا يديني الشكل بتاعي الشكل اهو. هبدا اتني الجنب ده كده كمان وابدا بفتله جديده، وهعمل الجنب ده من هنا وارجع تاني امشي كده دي وارجع اوصل دي برضو كده معايا بالشكل ده كده هنا كده. ده الشكل معانا شكلها جميل. هنبدا بقى اخر واحده معانا اللي احنا قلنا اتفقنا عليها. هنعمل ايه؟ انا مش هسيبها سليمه كده، لو سبتها زي ما هي كده بالشكل ده هنيجي نقفلها هيبقى طبعا مفيش. لو انت عايزاها مش عايزه فراغات ومش عايزاها تبقى مقفوله على نفس المقاس كده بالشكل ده كأن قفلت مستطيل مفيش مشكله، لكن انا مش عايزاها كده. انا هزودها بالخيط الزيتي دور كمان عقده البدايه، وابدا اخدها اوصلها معايا في الوحده بتاعتنا دي هنا كده مثلا، في اللي هي بتاعت الثلاث سلاسل من الجنب الزاويه بتاعتي، هوصلها في الزاويه بتاعتي واسحبها معايا من على الابره واطلع بثلاث سلاسل 1 2 3 لفه خيط وانزل تاني بعمود، لفه خيط وانزل تاني في نفس المكان اللي هو الزاويه بتاعتي واعمل فيها عمود ثالث لفه خيط، وكل فراغ هيقابلني بعد كده هدخل فيه ب3 عمود، والزاويه هدخل فيها ب3 عمود سلسلتين 3 عمود. ادي كده هنا الفراغ ده 3 عمود ده اهو بالشكل ده، لفه خيط وادخل الفراغ اللي بعده واعمل فيه 3 عمود 1 2 3 لفه خيط، وهدخل في الزاويه بتاعتي هكون فيها 3 عمود 1 2 3 2 سلسله 1 2 لفه خيط عشان اكون الزاويه، وادخل تاني في نفس المكان في الزاويه بتاعتي واكون فيها برضو 3 عمود 1 2 3 لفه خيط، وهكذا كل فراغ يقابلني هدخل فيه ب3 عمود، وكل زاويه هدخل فيها ب3 عمود 2 سلسله. تمام كده كده مشيت على المربع بتاعي كله زي ما اتفقنا، وهاجي على اخر زاويه اللي انا بدات فيها ب3 عمود وهدخل فيها واكون معاهم 3 عمود تانيين، وابدا بسلسلتين واقفل بسلسلتين واقفل الدور بتاعي. ادي تالت عمود، بعد كده سلسلتين 1 2 وابدا اقفلها معايا في تالت سلسله معايا اللي بادئه فيها الشغل بتاعي، واخد لفه خيط واقفلها واخد سلسله. تمام كده خلاص خلصنا المربع بتاعنا. هنبدا بقى نوصله في الشكل بتاعنا. هنيجي من الظهر هنا كده وهثبت من هنا الطرف كده الزوايا مع بعض، ونجيب الابره بتاعتنا هنا بالشكل ده كده في الزاويه دي، واخدها معايا في الزاويه معايا بتاعتي من الشغل بتاعي من الجنب ده، وهبدا اوصلهم بقى كده مع بعض. هاخد كده كل غرزه برضو بالمقابل بتاعها بالشكل ده كده، وهكذا لغايه لما اوصل الاتنين مع بعض. طبعا بما ان المربع بتاعي اللي انا اشتغلته الاخير دوت اكبر حجمه من البذور من المربعات اللي انا شغاله فيها، لو انت عايزه الشكل بتاعك يكون متساوي من الطرفين هنا كده، من الطرف ده هنا كده وما تنزل يبقى الطرف ده متساوي مع ده، هتعملي نفس الحركه اللي انا عملتها دي، اللي هي انا هاخد الزاويه دي ومش هركبها على الزاويه دي طبعا لان هتبقى المقاس هنا اكبر. هعمل ايه؟ هركبها لبره كده، هطلعها الحته دي تبقى طالعه لبره. تمام. لكن لو انت عايزه الطرفين من تحت هنا يبقوا متساويين، هتبصي تلاقي معاكي الشكل من الجنب التاني اعلى شويه، فانت حسب ما انت عايزاه الشكل هيكون معانا. هنبدا ناخد بقى، هركب هنا كده واحده من الخرز ده بحيث ان انا اقفل فيها الشغل بتاعي. وده هيكون شكل كده الجراب بتاعنا، جراب الموبايل. هنبدا دلوقتي بس نعمل الايد بتاعه الشنطه بتاعتنا. هنسيب مسافه كده من الخيط اللي انا هثبت بيها الايد بتاعتي في الشنطه، هسيب مسافه
عشان اثبت بيها الشغل بتاعي. وبعد كده هبدأ اعمل عقدة البداية بتاعتي، وهنبدأ نطلع اول حاجة معايا سلسلتين، 1 2. هنبدأ نعمل ايه؟ هدخل في تاني اول سلسلة انا عملتها دي، هدخل فيها واخد لفة خيط من تحت واطلع زي ما احنا شايفين كده. معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط واقفلهم الاتنين معايا كده على الابرة بالشكل ده، وهلف الشغل بتاعي كده من ورا. تمام، هنلاقي معايا دي فتلة اهي بارزة حتى وعالية معايا، هدخل فيها هي والفتلة اللي تحتها كمان، يعني هيبقوا فتلتين كمان معايا هما على الابرة بالشكل ده. وهاخد لفة خيط الاتنين بقى اقفلهم مع بعض واطلع، هيبقى معايا لفتين على الابرة، هاخد لفة خيط واقفلهم مع بعض. الف الجنب التاني من ورا الظهر، هتلاقي عندي فتلتين اهم بالشكل ده، هدخل فيهم من هنا عشان حركة ان الغرزة دي ما تبقاش ضيقة معاكي، تحاولي ترخي الخيط بتاعك وانت بتشتغلي. هاخد لفة خيط منهم واطلع معايا اللفتين على الابرة، هاخد لفة خيط واقفلهم مع بعض. الف الشغل بتاعي تاني من الظهر وادخل في اللي هم الفتلتين اللي في الجنب دول اهم. بالنسبة للظهر هي موجودين كده فتلتين في الظهر كده اللي هو ظهر الغرزة بتاعتي، وهدخل فيها وهدخل فيهم كده بالشكل ده، واخد لفة خيط واطلع الاتنين اللي معايا، واخد لفة خيط واقفلهم مع بعض، والف الظهر بتاعي، وهكذا هنفضل ماشيين بالنظام دوت. الف الظهر بتاعي، اخد الفتلتين كده مع بعض اللي بتوع الظهر، فتلتين الظهر هاخدهم واخد لفة خيط منهم. تمام، بطلع بيبقى معايا لفتين على الابرة، باخد لفة خيط اقفل الاتنين معايا، وهكذا كل شوية الف ظهر الشغل بتاعي، ادخل في الفتلتين اللي في الظهر دول او اللي هو ظهر الغرزة بتاعتي، واخد منه لفة خيط واطلع بالاتنين مع بعض، واخد لفة خيط واقفلهم مع بعض. وهكذا بقى هنكمل بنفس الخطوات كده اهوت، واخد اللفتين برضو مع بعض لغاية لما اجيب طول الايد اللي احنا عايزينه. هكملها واوريكم الشكل بتاعها وشكل الغرزة بتاعتنا هيكون ازاي بعد ما المقاس يكبر، وهعرفك انا عملت ايد الشنطة دي. كده خلصت الايد الشنطة بتاعتي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا كده، ده شكلها. انا عملتها حوالي 95 او 97 سنتي، ممكن تطوليها او تقصريها عن كده. اخر الشغل بتاعي هعمل ايه؟ هسحب الخيط بتاعي، هعمل الاول بس سلسلة اللي هي تأمين على الشغل بتاعنا، وبعد كده هنسيب مسافة من الخيط حلوة كده عشان اثبت بيها في الشنطة بتاعتنا، ونسحب اللون الزيتي خلاص كده، وابدأ اجيب بقى بإبرة التنظيف وهبدأ اثبت في ايد الشنطة بتاعتنا. هجيب كده الطرف بتاعي هنا كده، وهدخل جزء من الشنطة لجوه، وابدأ اثبتها من جوه بحيث ان انا اخليها ماسكة في بعضها كويس، ما يبقاش مجرد الطرف بس هو اللي متثبت في الشنطة بتاعتي، طرف الايد هو بس اللي متثبت، لا يبقى جزئية من الايد كده اهو داخلة جوه الشنطة. وهثبتها برضو بإبرة التنظيف هي والجنب التاني، وهوريكم الشكل النهائي. وبكده خلص الجراب الموبايل بتاعنا بالشكل الجميل ده. ده شكلها وده شكل الايد بتاعتها، ودي فكرتنا، فكرة بسيطة جدا من وحدات صغيرة احنا كنا بنتعلم فيها. ويا ريت اللي ينفذوا بقى ما ينساش يبعتهولنا على الفيس او على الانستجرام، هسيب لكم الروابط عندكم تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده وتكون فكرته سهلة جدا وجميلة عليكم. ما تنسونيش بقى باللايك والكومنت الحلو كده اللي بيشجعني، وما تنسوش المشاركة مع الأصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناة أفكار موري، مع السلامة.